المنحة التركية مش للي جايبين 100% بس، ودول أكتر 5 مفاهيم غلط عن المنحة، ولو مصدق واحد فيهم احتمال كبير قوي ملفك يضيع. المنحة لل90% وفوق بس غلط جدا جدا. اللجنة بتدور على شخصية كاملة، أنشطة، تطوع، شغف، أسباب مقنعة، مش رقم على ورقة وخلاص. مش بعرف تركي هترفض ولا ليها أي علاقة. المنحة بتديك سنة لغة مجانية حتى لو هتدرس إنجليزي. المكاتب ليها سلطة في القبول. يا سلام يا سلام، دي أكبر خرافة في السوق. المنحة حكومية 100% ومفيش مكتب يقدر يزقك أو يمنعك. المقابلة صعبة جدا. المقابلة مش امتحان، هي بس عايزة تشوف هل أنت فاهم في التخصص اللي أنت اخترته، هل الشخص اللي موجود في السي في هو اللي موجود قدامهم ولا لأ، عندك رؤية حقيقية ولا لأ. لو اترفضت يبقى أنا وحش، كلام فاضي. في ناس ممتازة اتقبلت من تاني وتالت محاولة. الموضوع منافسة مش حكم على مستقبلك. لو فهمت المفاهيم الغلط دي هتعرف إن القبول مش حظ، وإن 70% من اللي بيقدموا بيخسروا بسبب معلومات ناقصة عندهم مش بسبب قدراتهم. ولو عايز تبدأ بملف قوي واضح بتراجع صح، إحنا هنمشي معاك خطوة بخطوة عشان تدخل المنافسة بثقة مش بخوف. اكتب لنا جملة المنحة التركية وهنرجع لك فوراً. باي.